ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحه جيد. بصوا يا حلوين، معايا كده ايه، نص كيلو من الطماطم، ضربته كده وصفيته، وحطيت معلقتين من الزيت ونزلت عليه على طول. لا احط بهارات بقى ولا بصل ولا اي حاجه. تمام كده، يا رب كده يكون تمام. معايا هنا في الكب بصلايه كبيره وفصين من الثوم، ومعايا كده صدر فرخه خلياه ومسكته قطعته كده قطع صغيره، ونزلت عليه بحته مليه في قلب الكب، او دهن بقى عندكم اي حاجه بقى حطوها، مفيش ما خلاص مفيش مشكله. لو عندك جزر بقى يا سلام يا سلام، تضيفي جزرايه كده فيه. عايزه تضيفي فلفل انت وراحتك. ونزلت كده بشويه من الزيت، وهنزل بالفراخ والبصل والثوم والحاجات اللي احنا ضربناها كويس في الكبه. هننزل بها ايه في الطاسه بتاعتنا على طول وهي سخنه كده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بصي يا بنات، معايا 7 بهارات، واحد مرقه دجاج، ومعايا فلفل وكمون وكزبره. الله الله، حقيقي كده اكلك وروقيه. اهم حاجه التشويحه دي يا بنات، اهم حاجه التشويحه دي. وبصراحه تتاكل نيه، تتاكل كده وهي ايه، متشوحه بس، مش عايزه اي حاجه معاها. يعني يا سلام لو انت عايزه تلفها بقى سندوتشات كده، ما اقولكيش بقى شويه طحينه وعيش لياليك، عيش لياليك. بصوا بقى، هنا الطماطم اللي احنا سبكناها من غير اي بهارات ومن غير اي حاجه. خدت كده ايه، نص الطماطم على التشويحه بتاع الفراخ والحاجات اللي احنا عملناها. هنا الميه غلت بتاعه المكرونه، نزلت بمعلقه بس من ملح، معلقه صغيره مش كبيره يا بنات، ونسيبها تاني. بصوا بقى، شفتوا الحركه دي؟ اوعوا حد يعمل، اوعوا تعملوها، اوعوا تغطوا المكرونه وهي على البوتاجاز. مش عايزه اقول لكم ايه اللي حصل. يلا ما علينا، قدر الله ما شاء فعل. هو معايا كيلو لبن، كيلو ونص من اللبن. تمام اهو. حطيت كده يا جماعه ايه، استنى بس الحله بتاعتي تنشف. وهنا كان اللبن غلى يا بنات وبرد، وكنت سلقت المكرونه والصلصه طبعا اللي هي الفراخ بالصلصه اتسبكت وبقت زي الفل. وحطيت 6 معالق من الدقيق، وطبعا ايه، هفضل لو لونهم يصفروا وريحتهم تطلع. وهنزل بقطعه من الجبنه الموزاريلا على طول، وهنزل بواحد مرقه دجاج. حابه بقى تحط فص توم، انا بصراحه حطيت فص توم يا بنات للامانه يعني. وهنا كانت المكرونه بتاعتي اتسلقت وبقت زي العسل. وطبعا بشيل ايه، ورق اللورا والحاجات اللي انا قلت لكم عليها، او الحبهان وكل حاجه بشيلها. بس عايزه اقول لكم اللي ما جربش المكرونه بالطريقه دي جربها، بصراحه خطيره يا جماعه، خطيره. هنزل بقى بقيه الكميه دي، الفراخ بالصلصه اهي. قلبي بقى وايه، وخلي الجمال كله يشتغل. وهنا الصينيه بتاعتي ما شاء الله تبارك الله، حجمها حلو، وما شاء الله برضو ما خدتش المكرونه كلها، عملناهم صينيتين. الله اكبر. طيب شوفوا بقى يا بنات، اهم حاجه هنا تساوي المكرونه كلها تبقى زي بعضها، يعني ما تخليش حته واطيه وحته عاليه، عشان البشاميل بتاعك يبقى كله زي بعض سوا واحد. ايوه شطوره شطوره، ساوي يا قمر. يلا بقى ننزل بالبشاميل بتاعنا. وعايزه اقول لكم البشاميل فيه مطه كده يا بنات، بس هي عشان الفيديو متسرع ما هيش باينه. وخدت بس 10 دقايق في الفرن، وطلعنا معانا احلى مكرونه بالبشاميل. عملت تورتتين والله. التورته التانية دي اللي كنت مشوحه فيها الفراخ اهي، وعملت فيها الصلصه. وشوفوا بقى الجمال، المكرونه طريه كده وجوسي، وحاجه كده تستاهل بقكم. كان ولادي بقى جم من الدروس وجعني. متنسونيش بقى يا حلوين في لايك واشتراك في القناه. لو انت اول مره تشوفيني، خش كده يا قمر، لف لفه في القناه، سيبي لي كومنت يا قمر. يلا بحبكم في الله، لايك لو سمحتوا.